يفتحون باسمنا باسم الجزائريات أكاونتات، ولكن نكشفهم بمجرد أن نطالبهم بالكلام باللهجة العامية الجزائرية، لأنهم مهما أتقنوها سيقعون في الخطأ. هذا الأمر واضح وواضح جدا. كيف لمملكة تتاجر بالمخدرات وهو اقتصادها وتتاجر بشرف نسائها أن نتقبلها؟ إذن هو جار السوء بالنسبة للجزائر. عانينا منهم الأمرين عبر التاريخ وعبر الزمن، من المؤامرات، من الخداع. كيف لنا أن ننسى أن كانوا طيارين من المملكة المغربية يقودون طائرات فرنسية ويقصفون الأراضي الجزائرية؟ كيف لنا أن نمرر ذلك بسلام؟ كل مؤامراتكم، كل خداعكم مكشوف بالنسبة لنا حنايا. اليوم لماذا تتباكون على الحدود وتطالبون بفتح الحدود؟ نحن الشعب الجزائري من نطالب بغلق حدودنا وإلى الأبد، لأن ما شفنا منكم إلا السوء، وما شفنا منكم إلا المكر وإلا الخداع. حتى ما ترميوش بلاكم على النظام الجزائري ولا عمي تبون اللي حتى كلمة فخامة وسيادة رفضها وقال لنا أنا واحد من الشعب. ما قال لناش لا بوسوا رجلية ولا أركعوا لي ولا قولوا جلالة الملك. أين هذا الملك؟ ملك المملكة الشريفة أمير المؤمنين من أعراضه التي تنتهك. لماذا يسيس ويتاجر بأعراضكم يا مغربيات؟ لماذا لا تخرجون إلى الشارع؟ لماذا لا تنتفضون من أجل أجسادكم، من أجل شرفكم ومن أجل حرماتكم؟ أنا فقط من أحيي فيكم هن أولئك النسوة الذين يموتون على حدود سبتة ومليليا المحتلتين من طرف اسبانيول تحت جزمة العسكر الاسبانيولي. لماذا لا تحررون هذوك ربما طاهرات لانهم يتاجرنا مساكن، هذوك مغابن، هذوك يروحوا يتاجروا من اجل لقمه العيش. اما انتن يا من تتاجرن باعراضكن لن نقبلكن ابدا. وما تقولوليش رمي بالاعراض او قطف الاعراض، لانه الامر اصبح مفضوح وتجارتكم اصبحت علانيه. لماذا تتهمون السعوديات؟ انا لست هنا حتى ادافع عن المراه السعوديه لانها اشرف منكن ولانها في مرتبه عاليه مش محتاجه مني. فما بالكم شهيداتنا نحن الجزائريات، سليلات الشهيدات والحرات والحرائر. شتمتمونا بالجماجم مع انهن شرف امه عربيه وشرف امه اسلاميه لم تتنازل ولم تتاجر بنسائها. في الوقت اللي كانت الجزائر تضحي ونسائها تضحي، ملككم ونظامكم المخزني عقد مؤامرات وعقد اتفاقيات للحمايه الفرنسيه اكسليبان لن ينساها لكم التاريخ. ما زلتم محتلين الى غايه 2056 حتى ترتمون في راعي جديد يسمح لكم ولملككم الصنصيص. تعرفون ما معنى 106 جيدا حتى تبقاو في ممارساتكم. يا مملكة بوسبير، روحوا افتحوا وشوفوا مملكة بوسبير في جوجل ماذا سيعطيكم وماذا ستكون النتائج. في وقت كان الجزائريين يموتوا ويحرروا في بلادهم، اليوم جيتوا عايرتونا بالجماجم، ولما شفتوهم انهم شرف امه جيتوا تقصفوهم معنا وقلتوا نصفهم مغاربه. اين كان ذلك؟ متى جاهدتم معنا؟ متى دعمتمونا؟ متى كنتم في كتفنا؟ التاريخ لا ينسى والتاريخ لا يمحي. أما من يجيب سيرة بلادي، من يجيب سيرة الجزائر وسيرة نساء الجزائر وأحرار الجزائر وشهداء الجزائر سنكون لهم بالمرصاد. في حياتنا احنا كجزائريين لم نتعدى لا بالشتم ولا بالمؤامرات على أي دولة عربية إسلامية. لا نتدخل في شؤون الدول الداخلية، نحترم الجميع. أما من يتدخل في شؤوننا الداخلية ويشتم شهدائنا فأكيد لنا نحن له بالمرصاد. ماذا سنفعل؟ لن نشتم فقط، نحن سنفضح، سنفتح التاريخ، سنفتح لكم كتب التاريخ وسنجعل الجامع يقرأ. حتى من لم يتعلم أن يقرأ سنجعله يسمع. هذا بكل بساطة يا ندى. فلا تتطاولي على الجزائريين ولا تغيري منابرك من المنابر الجزائرية التي طردت منها شر طردة. وكانت آخر مرة ربما معي أنا شخصيا لما فضحتك، الكل يعرف منها يا ندى الصهيونية. أوكي، فلا تحاولين ذلك. أما بقية الشرذمة الذين يقبلون على نفسهم أنهم يتاجروا بأعراضهم ويتاجروا بشرفهم، هذه المرأة التي تدعي أنها مسلمة، أنا ادعيتك مرات عديدة أيتها المرأة المغربية، إن كنت مضطهدة وترفضين هذه الممارسات اخرجي للشارع وانتفضي، سندعمك جميعا. انتفضي لشرفك، انتفضي لشرفك وانتفضي لشرفك. أوكي، لا أتكلم عن السياسة، لا أتكلم عن السياسة، لا أتكلم عن التاريخ. أنا أتكلم عن التاريخ، أنا أتكلم عن التاريخ، أنا أتكلم عن التاريخ.
أنا أتكلم عن التاريخ، وفضحتكن في أكثر من مرة أنكن لا تملكن من الثقافة شيئا، لا تملكن ولا حتى تفرقن بين الكلام في السياسة والكلام في التاريخ. إذا تخرسي أوكي لما تقابلك جزائرية على المنابر ارجمي أوكي، لأني أتكلم تاريخ، وأطلب من الجميع أن يقرأ التاريخ قبل أن يطلع وقبل أن يعلق وقبل أن يواجه. اقرأوا التاريخ. من تكون مملكة الزريبة، هذا الجار السوء الذي عانينا منه الأمرين ولا نزال، يشوهون كل ما هو جزائري، تراثنا سرقوه، ما خلوا أكل، ما خلوا الحلي، ما خلوا أفرشة، ما خلوا حتى شيء. تعرفون لماذا؟ أتعرفون لماذا؟ لأن لا تاريخ لهم موثق. هم الآن يحاولون نهب وسرقة كل شيء والفرار به مباشرة إلى اليونسكو. أليس عيب عليكم؟ حتى خيط الروح مؤخرا والله موثق لدى اليونسكو وسرقتوه ما زلتوا تقولوا تاعنا، ما خليتوا حتى حاجة. نهب على جميع الأصعدة، نهب على جميع الأصعدة. يا ليتكم تستحون، يا ليتكم تستحون. عانينا منكم وبدلتوا القارة، رحتوا للسعودية حتى تشوهوا بنات الناس، تشوهوا الكريمات العفيفات، بدلتوا القارة يا كنعلة الله عليكم. من أين أنتم؟ من خرجتوا توما؟ منين خرجتونا؟ منين خرجتونا يا أوساخ الأرض؟ عيب عليكم، عيب عليكم. استحوا، احشموا على أعراضكم واحشموا على أنفسكم. فهمتوا ولا لا؟ كملتوا مع الجزائر؟ لا ما كملتوش معنا، ما كملتوش معنا. ما زلنا مستمرين في الدفاع عن جزائرنا، على موروثاتنا، على عاداتنا وتقاليدنا اللي تنهبوها. تحبوا تأسسوا إلى مملكة جديدة حتى تطمسوا تاريخكم الأسود، لكن والله هيهات هيهات. المرأة الجزائرية ما زالت واقفة، والأحرار الجزائريين الرجال الأحرار ما زالوا واقفين. سندافع عن كل ما هو جزائري. أما الحدود فلن تفتح أبدا لأنه مطلب شعبي جزائري. بركات. غرقتوا شبابنا بالمخدرات، غرقتونا بالسحور، هبلتونا، كرهتونا في الكرة الأرضية، كرهتونا قارة إفريقيا. يا ريت الجزائر كانت تسحب لسحبت بلادي إلى القطب المتجمد، على أن أكون جارة لمثل هؤلاء الجيران. احشموا شويه. تدعون الدين، تقول لك عندنا مليون حافظين القران. تحفظون القران ولا تعملون به. من يحفظون القران المليون هم من كل عام يبايعون الملك المزيف راكعين ساجدين لغير الله، وتدعون الاسلام. اين انتم من الاسلام؟ كيف لكم أن تشوهوا المرأة السعودية، المرأة العفيفة التي تعتبر بالنسبة لنا كلنا مثال، كما المرأة الجزائرية الشريفة المجاهدة والحرة تعتبر مثال للمرأة العربية والمرأة المسلمة. أنا وش عيب عليكم؟ ما عادش تحشموا، تربوا شوية، تربوا وانجموا. قلت لكم مليون مرة اختفوا عن المواقع لأن فضايحكم ستكون بجلاجل وعلى أفواهنا وأيدينا نحن الجزائريات. لن نسمح لكم بذلك. أقسم بمن رفع السماء وبسط الأرض، أقسم بالله وراني صايمة اليوم على ريقي، قسما بالله لن أسكت لكم. سرقت كل شيء، انهبت كل ما هو جزائري، موروث تاريخي، حلي، أفرشة، آكل، لبس. تؤسسون لمملكة، تحاولون طمس تاريخكم الأسود. يا مملكة بوسبير، يا مملكة مراكش، والله لا تعرفون من المغرب إلا اسم المغرب لأن معظمكم لا يصلي. اليوم حتى دخلتونا بكيان الصوص، هذا الكيان اللي جاي يهدد بلادي مباشرة من الأراضي اللي تعتبر مسلمة من مسؤول، وتريدون لنا أن نغض البصر. لا خاوة لهم يحزنون. أخي الذي يتآمر علي ليس أخي الذي يجلب العدو حتى يهددني به ليس أخي. الجزائر دولة كبيرة ودولة عظيمة بشعبها، ولا نخاف لا كيان الصوص ولا حتى تآمر من يتآمرون. هزمنا أساطير أوروبا، هزموها أجدادي، فما بالكم نحن اليوم دولة قوية وشعب عظيم. إذا لا أحد يتطاول على الجزائري، وأقسم بربي لو أسمعكم في المنابر لا أطلع وأشرشحكم على العلن وأصبح المستور. والحمد لله أنتم مطبوحات. تاريخكم أسود وحاضركم أسود، ولا مستقبل لكم بإذن الله، لا مستقبل لكم بإذن الله. فضحتم أنفسكم يا بائعات الهوى، يا باغيات، يا طاهرات. فضحتوا أنفسكم، خربتوا بيوت بالسحر، خربتوا بيوت، شردتوا أطفال من عائلات. تروحوا تعالى أنكم خادمات وتتزوجوا بالسحر وتتزوجوا، ومن بعد تجيوا السعودي تخليوا فتى سعودي يشتم بنات بلاده لأنه مغيب في فعل السحر، لأنه مغيب. احترموا الجزائريات.
خلاص انا اصوم لله والله يدري ويعلم ما في نفسيتي وما عانيناه. اقسم يا اختي بالله، اقسم بالله عانينا منهم الامرين. انا في الجزائر اقسم بالله معاناتنا معهم لم تكن وليده اليوم، لم تكن من البارحه، من الاجداد. انت تتكلمي على تاريخ لحد يومنا هذا، لحد يومنا هذا ما حبوش